نخدموا في الخفاء، جنود الخفاء ما يرانا حتى واحد، قاعدين نخدموا في البرد وفي السقعه وفي الشتاء وفي الليل وفي الاعياد، واحنا ناس مجندين 24 ساعه على 24 ساعه، ولا واحد لا يبينا. فهمتني؟ عندنا حاجات طالبينهم بسيطه وبسيطه، طالبنا نخدموا احنا في الليل ناخذوا في 1600 في الليله، حاجه بسيطه برشا. فهمني؟ وفما ناس تتمتع ب 3000 وفما ناس حتى اكثر، واحنا نخدموا في الليل وفي البحر وفي البرد، وواحد ناخذوا في 1600، مش معقول. وبالنسبه لمطالبنا الاخرى، الناس تخدم هنا وتعرف الرولمون في العالم الكل يطيح البشر. فهمني؟ البدن نتاعو يطيح، طالبين باش نخرجوا 55 سنه، خاطر الانسان ما عادش ينجم يقاوم. قداش انتم تخرجوا نورمالمون؟ احنا نورمالمون 60. فهمني؟ فما ناس اخرين كما في البطاحات واحد يخرجوا 55 سنه. علاش؟ خاطر الخدمه نتاعنا نخدموا في البحر، عباره على بحريه، نخدموا في البحر في الميديتي وفي الشتاء وفي الواحد، البدن ينقص، هو الحديد ينقص. فهمني؟ وعندنا المطالب الاخرى سوايع الليل زاده. فهمني؟ سوايع الليل ناقصين. فهمني؟ ماذا بينا يزيدونا في سوايع الليل. سي زهير العزعوزي مدير الجهوي للتجهيز، احنا كنا اليوم حضرنا في الوقفه الاحتجاجيه لعمال الجسر المتحرك، طالبوا فيها بعديد المطالب، منها سن التقاعد في سن 55 سنه، ياخذوا المنح نتاع الليل نتاع العمل المتواصل، ياخذوا يعني حقوقهم كيما نفس الحقوق نتاع جماعه جربه في البطاح. شنو تعليقك عليه؟ بارك الله فيكم. دونك وزاره التجهيز قامت بتبني كافه مطالب النقابة الأساسية معناتها ببنزرة الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل، والتبني هذايا تم ترجمته بمراسلات وأوامر حكومية تم توجيهها إلى رئاسة الحكومة، تتمثل في طلب معناتها ترفيه في منحة الاستغلال البطاحات على غرار العمل متاعنا في بطاحات جربة من 52 دينار إلى 104 دينار. كما قامت وزارة التجهيز بتوجيه مكاتبة مكتوب إلى رئاسة الحكومة تتضمن معناتها طلب معناتها إدراج عملة جسر المتحرك ببنزرت ضمن قائمة معناتها العمل الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلب السهلة. ونحب نقول أنه في وزارة التجهيز احنا واعيين أنه جسر المتحرك ببنزرت هو منشأة استراتيجية، منشأة مفصلية في النشاط الاقتصادي معناتها بولاية بنزرت. هذاك علاش احنا تبنينا كافة مطالب النقابية المتعلقة بعمالة الجسر المتحرك وقمنا بالواجب، وحاليا ننتظر في نشر معناتها أوامر الحكومية لدى رئاسة الحكومة. لكن هما تويكا في الوقفة الاحتجاجية قالوا انه ما فما حتى تدخل من السلطات الجهوية والا المحلية. دونك احنا مع المستوى الجهوي سبق لي يوم ثلاثاء 10 نوفمبر معناتها الجمعة التالي عقدنا جلسة بالإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت، ومكننا الطرف النقابي بالاطلاع على المجهودات والتطورات الإيجابية اللي قامت بها وزارة التجهيز من خلال تبني كافة مطالبهم. هكا نكونوا كملنا الوقفة الاحتجاجية لعمال الجسر المتحرك، خذينا الأطراف الكل، المدير الجهوي للتجهيز والعمال اللي في الوقفة الاحتجاجية. خليكم معنا وتتفرجوا في الريبورتاج هذايا. كنت معكم رانيا طرابلسي من راديو بنزرت FM.